السلام عليكم، مرحبا بكم في الصورة وراء الستار. في هذا الفيديو سنتحدث على حدث سيحصل على قريب، وهناك مجموعة من الأمريكان الذين لهم القدرات العجيبة ولهم الحاسة السادسة أن يروا الأحداث أو الاحتمالات في المستقبل، وهذه خاصة موجودة عند كل البشر، لكن في ناس مطورتها، في ناس لا تعرف أنها تستعملها. المجموعة هذه والكثير من المجموعات أنا بعرفهم وأتابعهم من سنين، من عشرات السنين، من بحوالي 10 سنين أتابعهم، وأعرف أنه الكلام الذي يقولونه والاحتمالات الذين يرونها أنها تحصل 70%، ليس هناك 100%، لأن أحداث المستقبل تتغير كل ثانية، والوحيد الذي يعرف ماذا سيحصل بالضبط هو الخالق. فأستنجد بالقرآن للذين سيقولون بعرف، سيقولون لا يعلم الغيب إلا الله لكن في القرآن يقول لنا القرآن ويعطينا أمثال. هناك 4 من البشر ليسوا بأنبياء وليسوا برسل، ولكن يعرفون ورأوا أحداث المستقبل في منامهم وهم مستيقظون. الشخصية الأولى في القرآن الذي يرى أحداث المستقبل هو العبد الصالح في سورة الكهف، وبيقولوا له الخضر، سيدنا خضر، أو بالأمريكان بيقولوا له The Greener، وهو الذي راح له سيدنا موسى عليه السلام وتعجب من أن هناك إنسان عادي لا يعرف أنه موجود على الأرض له علم أكثر من سيدنا موسى. وتعرفون القصة أنه عمل ثقب في السفينة، والحدث الثاني أنه رمم السور متاع الأيتام ليجدوا الكنز عندما يكبروا، والحدث الثالث أنه قتل الطفل العاصي لوالديه. وكل هذا أنه يرى الاحتمالات. هذا العبد الصالح في سورة الكهف، فهو يرى الاحتمالات في المستقبل ويغير الأحداث. وهذه قصة سيدنا خضر أو العبد الصالح هذا في القرآن. الأمريكان عملوا عليها أفلام وسيريات، وعملوا عليها الكثير من الأفلام والوثائقيات التي تريد ليس تتحدث على العبد الصالح، ولكن تتحدث على القدرة أن الإنسان له القدرة أن يرى الأحداث في المستقبل وأن يستطيع أن يغير هذه الأحداث. فهذا المثل الأول. المثل الثاني في سورة سيدنا يوسف عليه السلام، عندما سجن معه 2 من السجناء، والاثنين رأوا أحلاما في الليل ولم يستطيعوا أن يفسروها، فراحوا لسيدنا يوسف. والأول روى أنه رأى الطير يأكل من رأسه، والثاني رأى أنه يسقي الملكة خمرا. فعندما فسر سيدنا يوسف الأحلام للرجل الأول قال له بأنه سيخرج من السجن وسيصلبونه وسيموت وستأكل الطيور من رأسه، والثاني أنه سيترقى في شغل مهم جدا عند الملك وسيسقي الخمر عنده. وهذا ما حصل. الأول قتل وصلب وأكلت الطيور من رأسه، والثاني خرج من السجن وأصبح له شغل مع الفرعون. والثالث هو الفرعون نفسه، عندما رأى رؤية كبيرة ولم يستطيع تفسيرها، وشعروا أنها رؤية كبيرة الذي رآها، وهو رأى 7 أبقار سمان و7 أبقار نحاف و7 سنبلات خشينة و7 سنبلات ضعيفة وهزيلة. وأمر الحاشية بأن يفسروا هذا الحلم، لكن لم يستطيعوا. والسجين الذي سجن مع سيدنا يوسف هو الوحيد الذي تذكر أن هناك سجين معه اللي هو سيدنا يوسف، وتذكر أن الكلام الذي قال له، وتذكر أن كل كلمة حصلت، وأنه خرج من السجن، وأنه الآن يشتغل مع الفرعون، وأنه يسقي الخمر للفرعون. وقام بجلبه الفرعون وفسر له سيدنا يوسف الرؤيا التي رآها، أنه ستأتي 7 سنين خيرات، وستأتي بعدها 7 سنين من الجفاف والعجاف في مصر، ويغاث الناس بعدها سنة. فالفرعون رأى 15 سنة في المستقبل ماذا سيحصل لمستقبل مصر. نرى أن القرآن يعطينا الأمثال، لكن نحن الأغلبية منا العرب وللأسف أفكارنا محدودة، ولا أعرف من وضع هذه الأفكار التي تحدد من قدرات الإنسان التي خلقها الخالق فيه، أنه يستطيع أن يرى الاحتمالات وليس المستقبل، لأنه كما قلت المستقبل يتغير كل ثانية. هناك ناس من يستطيعون أن يتحكموا في هذه القدرات مثل هذه المجموعة الأمريكانية، وهناك من يرى الأحداث في أحلامه، وهناك من يحس له الإحساس بالأشخاص ويحس بالأحداث. لنا القدرات
لكن لا نعرف كيف نسيطر عليها، ولا نعرف كيف أن نتحكم فيها أو نطورها. فسندخل في صلب الموضوع، أنه هذه المجموعة من الأمريكان التي لهم القدرة في الحاسة السادسة أنهم رأوا حدث كبير سيحصل عن قريب، وهو حدث نووي سيغير العالم كله. وهذا واحد من الفيديوهات هم يتحدثون هذا، وكتبوا هنا في اليوتيوب أنه the event that will change the world، الحدث الذي سيغير العالم. وصحيح، وهنا مرة ثانية يتحدثون عليه ومرة ثالثة. هذا هم المجموعة 6 أشخاص بعرفهم كلهم: دا سميث وديك الجاير، إدوارد رودن، ديريك نعيم، وهذا المحلل بتاعهم. فحندخل في صلب الموضوع. هذا ماذا رأوا؟ انفجار كبير نووي. وفي الفيديوهات قالوا أنهم بيحسوا أنها الهجمة الثانية على أمريكا. وهذا الفيديو نشر له 5 أيام، فهو جديد، له 5 أيام منذ نشر هذا الفيديو. شوفوا الحدث: انفجار كبير نووي، شوك ويف، امباكت، كذا كذا. بيشوف انه زي الفطر في السماء، مشروم كلاود ودخان كبير، وكلهم شافوا نفس الحدث. المضحك والغريب في هذا الفيديو الذي ادهم التارجت، ولا استطيع ان افسر كل هذه التقنيات المتقدمة ما معنى التارجت، ومعنى ان فما لهم مرشد بيقول لهم: أنا أريدكم أن تروا التارجت هذه 5 3 2 6، وأنتم تجيبون المعلومات. فكلهم جابوا معلومات خاطئة لهذه الحدث، والمعلومات هذه كلها جات تتحدث عن انفجار كبير نووي. كلهم جابوا نفس الحدث وتحدثوا عليه وقالوا أنه حدث كبير سيغير العالم بأكمله. هذا الفيديو الأول، وهناك فيديوهات أخرين في نفس المجموعة. هذه مجموعة ثانية، هذا اسمه ديفيد نينو رودريغيز. ديفيد نينو رودريغيز هذا، شوفوا الفيديو وشوفوا الصورة هذه متاع ترامب وبايدن، ووراها أمريكا مدمرة بالنووي وبالنار. وماذا كاتبين؟ ريد أكتوبر، نيوكلير 2024، فهمتني؟ uncertain time ahead. صاحب القناة هذا بيتحدث على هذا الشخص وهو اسمه كليف هاي. كليف هاي ماذا هو إنسان مبرمج من الثمانينات، هو نابغة عالم في البرمجة، وصنع برنامج من التسعينات أنه يجمع كل المعلومات والمحادثات بين الناس في الانترنت. وهذا البرنامج اكتشف أن صاحب هذا البرنامج أن كل المعلومات التي يأخذها البرنامج التي متاع الشات ومتاع الناس اللي ماذا تكتب على الانترنت، وأنها لما بتجمعها، لما بيحللها البرنامج والكمبيوتر، أن الناس لها القدرة أن تتوقع بأحداث المستقبل لكن من غير ما يشعروا. بمعنى آخر، مثل ما الروح تتحدث لكن بألغاز، والناس تتحدث عادي. ما يكتبلكش ماذا سيحدث ولا شعرت بهذه، لا، هو يتحدث عادي. لكن البرنامج اكتشف أنه لما يشفر كل كلام الناس ويجمع مع بعضيه، أن الناس تتحدث على الأحداث، وهو توقع مجيء النقود الرقمية وكل، لأنه في التسعينات، آخر التسعينات، شاف حدث البرنامج قال له أنه النقود ستبعث في الهواء. لم يفهمها، قال كيف النقود، معنى التحويلات ستتحول إلى في الهواء. فلما تطور العلم وجاءت الانترنت وتطورت الانترنت وأصبحت هناك الكوارت البنكية والكريدي كارت والانترنت، والناس تقدر تدفع بالكوارت، وقتها هذا السيد المبرمج كليف هاي فهم هذه ماذا قال له الكمبيوتر، أن المال أو النقود ستبعث في الهواء in space. فهم أن العالم الجديد والسيستم الجديد أن النقود لن تكون في الأوراق نقدية يتعاملها الناس بينهم، بل تصبح بين الأقمار الصناعية وبين الذبذبات فهو نفسه في هذه الأيامات لها 4 أيام يتحدثون على نفس الحدث هذا، أن هناك حدث نووي سيأتي قريبا وسيغير العالم حسب معرفتي. ونسيت أن أقول لكم أن
على هذه المجموعة اللي تحدثت وقلت أنهم لهم قدرات أن يروا الأحداث في المستقبل، هناك مشروع في CIA أهو اسمه، تقدروا بتشوفوا تروحوا على CIA هي CIA.gov متاع المخابرات الأمريكانية، وهناك مشروع اسمه ستارغيت. وستارغيت هذا هو مشروع عملته الحكومة الأمريكية مع المخابرات الأمريكية CIA في الثمانينيات. اكتشفوا أن في ناس لها قدرات أن ترى الأحداث في المستقبل، وهذا هو المشروع ستارغيت. وعملوا عليه فيلم هوليود راو، لكن لم يسميه اسمه بذكر The Man Who Stared at Goat. The Man Stared at Goat أهو متاع جورج كلوني، هذا هو الفيلم، هذا هو الفيلم. وأنصح أن تشاهدوا هذا الفيلم. هو بيظهر لكم أنه فيلم فكاهي وفيلم خيالي علمي، فيه شوية خيال علمي، لكن هو فيلم صحيح. وهذا هو البرنامج ستارغيت الذي عملته CIA. فصاحب الفيلم أخذ الفكرة وأخذ صلب الموضوع متاع الفيلم من CIA، من هذه الدوكيمنت الPDF كلها، فهمتني؟ بتتحدث كيف CIA عملت الاختبارات ونجحت في اقتطاب ناس لهم القدرات. ومن أول الناس الذي كانت لهم قدرات أن يتوقعوا الأحداث هو لا إله إلا الله إنجو سوان. ذكرت إنجو سوان، هذا هو الذي طور التقنيات كيف ترى الأحداث في المستقبل. وقريت البعض من الكتب متاعه، من هذا الكتاب جميل جدا، Penetration اسمه. فإذا تريدون أن تعرفوا ماذا يوجد في القمر، في هذا القمر الذي ترونه كل يوم، وأن لماذا لم ترجع الأمريكان والنازا إلى القمر، تفتشوا عليه في الانترنت بمجاني. هناك نسخات تقدروا تلاقوها، تكتب أنه إنجو سوان Penetration Free PDF، لازم حتلاقي كوبي مجانية وبتقدر تحملها وبتقرأ هذا الكتاب. ليس طويل الكتاب، لكن كتاب صحيح يتحدث على المنورين وكيف تعرف على المنورين، والمنورين نفسهم هم بيفتشوا وحلمهم انهم يلاقوا الناس هذه، لانه الناس هذه بتساعدهم في الكثير. لأن المنورين يعرفوا ان في ناس عايشة بيننا لهم القدرات انهم يروا الاحداث او الاحتمالات، ليس الاحداث، الاحتمالات التي ستحصل في المستقبل، لان الاحداث تتغير كل ثواني كما قلت، وهناك عدد لا نهاية له من الاحتمالات التي، لكن الروح متاع الانسان لها القدرة ان ترى هذه الاحتمالات وتريك الاحتمال الاقرب الذي سيحصل. انت لا ترى الحدث هو الذي سيحصل، لا، معناها 100% لما في الحلم تاعك ولا لك القدرة أن تغمض عينيك وتريد أن ترى ماذا سيحصل في المستقبل، أنت لست ترى أن الحدث هو سيحصل 100%، لا، هو أن الروح تعطيك الاحتمال الأكبر. معناها ممكن يحدث، ممكن ما يحدثش، لأنه الأحداث تتغير كل ثانية. فبمعنى آخر من اليوم شفت أنه حيحصل الحدث هذا في المستقبل، بعد ساعة أنك عايز تشوف نفس الحدث تلاقيه تغير وأصبح حدث آخر، أو لن يحصل لأن الأحداث تغيرت والمعطيات تغيرت ودخلت معلومات جديدة أو أكشن جديدة في الأحداث غيرت كل فهذا ليس موضوعنا. أنصح بهذا الكتاب، هذا الذي يطور هذا الفيلم. فأنا في حسب رأيي هو الحدث هذا اللي شافوه هو ليست الهجمة على أمريكا، ولكن هي التجربة النووية على كوريا الشمالية. وفي هذا الفيديو سأتحدث لكم هذه المعلومات التي حصلت عليها في 10 أو 12 سنة من الأبحاث، عندما اكتشفت الكثير من الحقائق واكتشفت أنه في ناس لها القدرات هذه. تابعت هذه الناس لكي أعرف متى ستبدأ الأحداث، متى ستدمر أمريكا، متى ستبدأ الكوارث الكبيرة والعاصفة الشمسية، لأن هناك فما عاصفة شمسية كبيرة ستأتي ستدمر الأرض، وتحدثت عليها في الفيديوهات السابقة في الماعز الأليف، لن أدخل فيها في التفاصيل مرة ثانية. لكن في الأبحاث متاعي قلت إذا في ناس لها القدرات أن ترى الاحتمالات، فالأرجح أنهم رأوا هذا الحدث متاع الدمار متاع الشمس. وتابعت هذه الناس وفتشت عليها سنين، وأنا فتش لي لقيتها
وتحدثوا على حدثين أنهم سيحصلان قبل النفخة الكبيرة للشمس وقبل الدمار، وموجودة في المعز الأليف. والحدثين هذوما اللي شافوا أنه كوريا الشمالية ستعمل تجربة نووية كبيرة 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 جدا سيغير هذا الحدث العالم. والحدث الثاني قبل لأنهم لا يعرفون الوقت، والأحداث هذه شافوها يمكن من 2000 في أواخر التسعينات، 2001 2002. وشافوا الحدث الثاني والأخير قبل الانفجار الشمسي الكبير، هو أن سقوط مركبة فضائية أمريكانية عسكرية للتجسس صغيرة، هي بتشبه سبايس شاتل، لكن أنا بالأبحاث متاعي اكتشفت أنها بتشبه للإكس 37V. هذا ما أنا عملت حطيت البوست هذا عام سنة 2020، لكنه برايفت لا يقدر يشوفه أحد من أصدقائي، وكتبت فيه في 18 جوان 2020 أهو مسكر: عن قريب كوريا الشمالية حتعمل تجربة نووية، والحدث مش يكون كبير كثيرا وقبل الحرب بين الكوريتين. وصورت هذه الصورة وقلت نفس الصورة هذه اللي هم بيحطوها، هذه الحدث الكبير هذا هو النووي. وقلت فيها أنه الكوريا الشمالية ستعمل تجربة نووية كبيرة، لكن هذه المرة فوق الأرض، لأنه ممنوع الآن أنك تعمل تجارب نووية، وهو مخالف للقانون الدولي أنه تدمر الغلاف الجوي لكن عملت هذه الصورة بتذكرني، قلت سأنشرها عندما سيحصل هذا الحدث، سأنشرها للناس لكي يعرفوا أن هناك بشر بينهم اشتغلت على الأبحاث متاعها من سنين وعرفت ماذا سيحصل في المستقبل القريب. وقلت أنا سأنشرها عندما سيحصل الحدث، لن أنشرها قبل أن يحصل الحدث، لأنني أعرف أن الناس لن تصدق. عندما يقترب الحدث ويحصل الحدث سأنشرها، وقتها أو حينها سيعلم الناس أنني كنت على علم ماذا سيحصل في المستقبل القريب. وهذا الذي هم شافوه منذ أيامات، أنه هناك انفجار نووي كبير قريب. وهذا الحدث الثاني اللي كتبته أيضا 4 جوان 2020، وقلت آخر حدث قبل الكوارث الكبيرة، هذا في 2020، سقوط المركبة الفضائية الإكس 37B جراء عاصفة نيزكية. وصورت هون عاصفة نيزكية أنها ستضرب هذه، ليس متأكدين 100% أن هذه المركبة، لكن هناك مركبة تشبه لهذه المركبة أنها ستسقط هذه المركبة قبل بداية العواصف الكبيرة والكوارث التي ستأتي على الأرض. هذا هو فيديو اليوم. تحدثنا كثير على الحدث هذا وعلى المعز الأليف، وقلت لكم أنه المعز الأليف هي من الآخر تتحدث على الهجمة الثانية على أمريكا، وبتشوفوا أني لا أكذب أنه هذه ليس لي علاقة بهذه الناس، ولا أعرفها ولا يعرفوني ولا أتحدث معهم ولا يتحدث معي، أنهم نفسهم أنهم رأوا هذا الحدث، أن هناك حدث كبير سيحصل، وقالوا هي 2 انفجارات. ادخلوا وتفرجوا في الفيديوهات، يقولون أنها 2 انفجارات كبيرة، واحدة منها بنحس أنها حتحصل في أمريكا هون، وستكون مثل 9/11 الذي حصل في 2001. وكما قلت أنا أيضا هذا أيضا يتحدثون هنا في البودكاست في ديفيد نينو رودريغيز، أنهم هذا السيد أيضا هذا الأسبوع الفارط قال لهم، وهو معروف هذا السيد كليف هاي بيعرفوه الناس في أمريكا، أنه هناك حدث كبير سيغير العالم وانفجار كبير سيغير العالم عن قريب. وصلنا لآخر الفيديو، شكرا على المتابعة، وإن شاء الله إذا في معلومات جديدة أو أحداث جديدة سننشرها على هذه القناة. شكرا وإلى اللقاء.